اقسم بالله العظيم في جمله تقال ان الانسان لما يكبر يخرف. اخي في عز كوارث ريال مدريد والاشياء اللي صايره واشياء ما يليقانش بنادي ريال مدريد وبيريز طالع يقول نجريرة. قضيه نجريرة هي اكبر فضيحه في تاريخ كره القدم ولا زالت مستمره في المحاكم. يعني انت شو ندخل قضيه نجريرة في الكوارث اللي صايره في نادي ريال مدريد يا ساذج يا سرطان؟ سؤال يطرح نفسه. انت كل ما تفشل تلقي اللوم على نادي برشلونه. ان نادي برشلونه يستحق الفوز ويستحق ويشكر نادي برشلونه، ما فيش اي شيء يقلل من قيمتك. انك انت ترمي الفشل على غيره هو شيء يدل على انك انت خرفت وعقلك طار من مكانه رسميا جديات، لان الشيء اللي قاعد يدوي فيه ما فيش اي فائده لنادي ريال مدريد مستقبلا غير انه هو يحكي على قضيه نجريرة وكلام فاضي اخرى. غير شيء قال ان ريال مدريد حيدير ثوره وحيكون في تغييرات كبيره في نادي ريال مدريد، بل انه عباره عن قضيه نجريرة ويشكر في نفسه. انا حققت مع نادي ريال مدريد 66 لقب وانا باقي مع نادي ريال مدريد ولن ينحوني الا بالرصاص. هذا الكلام اللي قاله فقط لا غير. غير هيك ما فيش اي زبده قالها فلورنتينو بيريز السرطان. للاسف انه هو عقله طار من مكانه.